السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما يعرفنيش وأول مرة يشوفني، معاكم شيزان تاج الدين. بقدم جميع الأكل التقليدي والأكل المصري وأكل المطاعم. يا رب يا رب كل حاجة أقدمها تنول إعجابكم، وتدعموني كده بلايك. وبسم الله الرحمن الرحيم. وشرفني جدا جدا اشتراككم معايا في القناة. معايا هنا نص كيلو بنجر. البنجر متوفر معانا، يعني الكيلو بتاعه ب10 جنيه دلوقتي ويمكن اقل كمان، ومفيد جدا ومغذي جدا لاولادنا. هنا غسلتهم كويس جدا جدا من الطين اللي فيه والحاجات اللي هو مكان الارض، وبعدين حطيتهم على النار حوالي 10 دقايق لغاية ما يستوي معانا. وتعمليه كده بالسكينة، هتلاقيه السكينة بتنزل فيه زي يعني حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة بالظبط. هتقشريه بايدك، ما تقشرهوش قبل ما تسلقيه، لان البنجر من الخضار اللي بيفقد القيمة الغذائية لما تقشريه قبل السلق. لازم تسلقيه بالقشر بتاعه كده. هتقشريه كده بايدك وهو دافي، ما تعملهوش وهو سخن. ما تعملهوش وهو ساقع، اسفة. يعني ما تنتظريش ان هو يبرد معاكي، لازما يكون دافي كده. يعني المية بتاعته ايدك تستحمليها، وتقشريه بايدك كده وسهل التقشير. وهتقطعيه كريهات. انا هعمل 2 بس من الكمية اللي عندي، لان بيعمل كمية كبيرة، والباقي هعمله عصير. البنجر مفيد جدا جدا وغني بالحديد. عندي هنا كزبرة، عندي هنا بصلاية قطعتها برميزات رفيعة، وعندي برتقانة، وعندي ليمونة، وعندي معلقة سكر، وعندي يعني ربع حزمة كزبرة خضراء. انا هعمل هنا السلطة، اعملها من غير مايونيز، ممكن تضيفي لها تعمليها بالمايونيز. هعصر الاول الليمون، ولازما البنجر يتضاف له عصير برتقان وليمون، لان الحديد يعمل على تعزيز الحديد فيه. البنجر مفيد جدا جدا للولاد، اللي هم اولادنا او عامه عموما اللي عنده نقص في الحديد او الانيميا. مفيد جدا. هنا عصرت البرتقان والليمون، وعندي معلقه السكر. ممكن كمان لو عندك معلقه عسل بدل السكر. عندي تضيفي ربع معلقه ملح، لان البنجر عندنا يعتبر من السكريات، يعني يعتبر في نسبة السكريات عالية. ما تكتريش ملح، هتعملي تعادل بس بين السكر والملح. بتضيفي فصين توم مفرومين مع البصل مع الكزبرة الخضراء. يعتبر مفيد جدا جدا، والسلطة دي مغذية جدا. وتسيبيه وتضيفي لها نص كوباية مية من مية السلق بتاعة البنجر. كده هقطع. انا هعمل 2 بس، يعني حوالي طبق واحد بس. والباقي البنجر اللي عملته الباقي هعمله عصير للولاد. هنا بصي، يعني تقطعيها كريهات كده، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. تضيفيها على الدريسنج اللي انا عملته. ممكن تعمليها بالمايونيز. والسلطة دي يا جماعة مفيدة جدا، ويا ريت على الأقل كل مرتين، يعني في الأسبوع مرتين أو 3. بتعلي وبتعلي نسبة التركيز عند الولاد، ومفيدة جدا جدا. لو الولاد ياكلوها مرة أو 2. وفي نفس الوقت الأولاد لو بيعانوا من الأنيميا أو بيعانوا لا قدر الله من ضعف الحديد، فدي يعتبر مكمل غذائي مفيدة جدا. تعملي لهم البنجر عصير مع معلقة عسل، مع فراولة، مع يعني اي فاكهة الولاد بيحبوها، بس يفضل يكون مع معلقة عسل وبرتقانة. او كده هقلب الخليط مع بعض اللي انا عملته دريسنج مع بصل مع توم، وهديها معلقة كزبرة ناعمة، مش اكتر من كده يعني. بتديها طعم، ومعلقتين زيت زيتون لو متوفر عندك. وهضيف نص كوباية من مية السلق. بصي خلت ايدي وردي ولونها جميل جدا. ويعتبر البنجر كمان بيستعمل في حاجات كتيرة سبحان الله.
فوائده كتيرة جدا ومتوفر كتير جدا جدا يعني في الفترة الحالية، يعني يعتبر موجود طول السنة. مغذي جدا. كده خلصت معاكم سلطة البنجر، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. واللي لسه ما دعمتنيش بلايك، يا ريت تدعميني بلايك، ويسعدني جدا جدا الاشتراك في القناة. واحلى سلطة بنجر، وممكن تعمليها بالمايونيز زي ما قلتلك، ومفيد جدا البنجر. وممكن تعمليه عصير، ممكن كمان تضيفي عليه برتقانة وعسل، وتبقى عصير مغذي للولاد، او فراولة مع عسل. ويسعدني جدا جدا اشتراككم معايا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.